السلام عليكم. الشاب اللي قدامكم دلوقتي اسمه احمد وحيد، مختفي في ايطاليا. والدته عملت معانا فيديو من كام يوم. الشاب ده كتير جدا بعتوا لنا وقالوا ان هم شافوه في المدينه اللي هو عايش فيها في ايطاليا من كام يوم. هو مختفي بالظبط بقاله 10 ايام دلوقتي، ولكن في شاب مصري تواصل معانا من المدينه اللي هو عايش فيها، قال كان واقف معاه من 3 ايام بالظبط. دلوقتي في شاب مصري تواصل معانا من المدينه بتاعته وراح له كمان الكامب، قالوا له في الكامب بقاله حوالي اسبوع واكتر مختفي، وهو ما كلمش والدته بقاله 10 ايام. اسمعوا الرساله اللي جايه من الشاب المصري اللي كان بيدور عليه معانا في نفس المدينه. أنا شفت الشاب أحمد اللي طلع على حضرتك من 3 أيام. كان موجود هنا في فوجيرا، شفته عند السلونجا. ولما رحنا الكامب سألنا عليه قال إنه متغيب من أسبوع، بس أنا على العموم إن أنا شفته من 3 أيام. ولما رحنا هناك قالوا متغيب من أسبوع. فأنا حاليا يعني دلوقتي محدش لاقيه، محدش دلوقتي اللي هو لاقيه. طبعا هو بيقول ان هو شافه من 3 ايام بالظبط، من 3 ايام بالظبط قابله، ولما راح الكامب قالوا له ان هو مختفي بقاله اكتر من اسبوع. يعني احمد دلوقتي، احمد وحيد، رساله من والدتك بتقول لك يا ابني لو سمحت طمن قلب امك عليك. لو انت بتشوف الفيديوهات، لان بعض اصحابك قالوا تليفونك اتكسر، كل اصحابك شافوا الفيديوهات، امك بتقول لك طمنها عليك، انت كويس ولا لا؟ انا لسه قافل مع والدته دلوقتي، بتقول ما كانش في اي حاجه وطلع من الكامب بيشتغل يوميه، وكان فرحان جدا ان ربنا رزقه بيوميه، قال هيشتري بقى طقم له تمام كده. ولسه هو اصلا جاي ايطاليا من فتره قريبه، يعني ما كانش في خلافات ابدا ما بينه وبين عيلته ولا اهله ولا اي حاجه. فيا احمد او اصحابك او الناس كلها اللي بتعلق في التعليقات شفناه، اي حد فيكم يشوفه من فضلكم ابعتوا لنا مباشره. والفتره دي بنرد على كل الرسائل على فيسبوك، على انستجرام، او حتى على تيك توك. قالت والدتك يا احمد امك عاوزه تطمن عليك، والدتك قلبها مقهور عليك، بقالك اكتر من 10 ايام محدش من اهلك عارف يوصل لك. ودي رساله والدتك وانا وصلتها لك، وان شاء الله الفيديو يوصل ليك او للناس اللي بتشوفك. شكرا جدا لحضراتكم. السلام عليكم.